السلام عليكم متابعين الكرام، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل لكم كده الزبده الصفراء في البيت. طبعا الوصفه دي منتشره جدا دلوقتي، فقلت لازم اجربها مع متابعيني واشوف فعلا هي تستاهل نجربها ولا لا، وهل هتنجح معانا ولا لا، وايه العيوب اللي فيها. اكيد يعني مش هتبقى زي اللي بره بالظبط يعني. ولو نجحت طبعا يبقى ده يعني انجاز جدا لينا، لان الزبده الصفراء دلوقتي بره غاليه جدا. يعني الكيلو تقريبا اللي هي نيوزيلاند الاصلي الكيلو 180 جنيه. فلو نجحت فعلا هتبقى يعني خطيرة. تعالوا بقى في البداية خالص نشوف وصفتنا عملناها ازاي من البداية. جبت اول حاجة شفشق الخلاط وحطيت فيه كوباية كده او مج كبير من الحليب يكون كامل الدسم وفيه القشطة بتاعته عشان يديني برضو نتيجة حلوة. هضربه شوية في الخلاط لحد ما يعمل لي الفوم اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده هجيب بقى معلقة كبيرة كده من الخل، وكمان ليمونة كده عصراها وشايله منها اي تفل او بذر، احطهم برضو على اللبن. وبعد كده يعني رشة بسيطة كده من الملح، ما نزودش الملح عشان الزبدة بتاعتي ما تطلعش حادقة معايا، عشان لو هتعملي بيها حلويات ولا حاجة. وبعد كده عندي بقى مج كده من الزبدة الصفراء النيوزيلندي الاصلي. هبدأ ان انا طبعا يكون بحرارة الغرفة، ما يكونش ولا متلج ولا دافي علشان ما يخليش اللبن يقطع معايا. وبعد كده هحطهم كلهم كده في الخلاط وهضربهم كويس جدا، يعني حوالي دقيقة كده، دقيقة ونص، لحد ما يتجانسوا كويس جدا مع بعض. وبعد ما ضربناهم كويس بصوا الخليط كله تماسك معايا تماما اهو، زي ما انتوا شايفين. بصوا هوريهولكم بالمعلقة. بصوا الخليط بقى كريمي جدا اهو. لسه بقى معايا اخر اضافة هضيفها على المكونات اللي انا حطيتها دي، وهي مج، نفس المج بس يكون من الزيت، مج زيت كده مليان برضو كده. دي اخر اضافة معايا حطيتها، وهضرب تاني في الخلاط. هنضرب برضو ضرب سريع كده، عايزة اوريكم وهو بيتضرب المكونات كلها متجانسة جدا مع بعضها يعني. هشيلكوا الغطا دلوقتي وهوريكم ان هو مش هيأذي الخلاط خالص، ما تقلقيش، مش هيبقى تقيل قوي كمان، ده هو قوامه هيبقى كريمي قوي يعني اهو زي ما انت شايفه كده. برضو هنضربهم كويس جدا لحد ما يتجانسوا كويس قوي مع بعض. وبعد ما اخلص بقى اخر خطوه دي، هجيب بقى قالب الكيك اللي عندي العادي خالص، واجيب كيس من اكياس التلاجة، وابدا ان انا احط كده في القالب بتاعي واصب بقى خليط الزبدة اللي انا عملته. بص الخليط كريمي قوي وانسيابي جدا. طبعا دي بقى عايزة يوم كامل كده في الفريزر تتحط، وتاني يوم نفتح عليه ونشوف اهو. هنسيبه بقى نشيله في الفريزر كده، وتاني يوم جبناه كده من الفريزر وفتحنا عليه تماسكت خالص اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا طبعا فعلا زي شكل قالب الزبدة بالظبط فعلا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا تحسوا ان هي مرملة جدا معايا، وكمان بصوا انسيابية جدا وبتتقطع بكل سهولة، اللهم بارك. انا ما كنتش متوقعة النتيجة دي تطلع منها بصراحة يعني، بس فعلا. وبعديها بعد ما خلصت الفيديو عملت منها الاكل، طعمها تحفة تحفة فعلا، كأني فعلا جايبة الزبدة الأصلية اللي بتتباع بره. يعني الإضافات اللي أنا أضفتها عليها ما كانتش باينة خالص، لا ده كان طعمها خطير يعني. فعلا الوصفة تستحق ان انتوا تجربوها وتستفيدوا، يعني يعتبر ده عرض كده حلو قوي لينا ان احنا نعمل الزبدة بايدينا في البيت، ومن ناحية ان احنا هنوفر وكمان هنستفيد بيها. والزبدة دي بقى للأمانة كده هي ما فيهاش غير عيب واحد بس، ان هي بتسيح بسرعة. يعني لو سبتيها شوية كده 5 دقايق برا التلاجة تحس ان هي بدأت انها ايه، يعني مش هتعرف تمسكيها بايديكي، تحس انها سايحة شوية كده زي ما انت شايفة كده. هي طلعت برا معايا كده من الفريزر، تحسي ان هي بدأت ان هي بصي تسيح يعني حاجات بسيطة. فالافضل ان انت تحطيها في الفريزر على طول، وقت ما تحتاجيها تطلعي من الفريزر واستعملي على طول وخلاص وشيليها تاني. بس كده. بس هي بصراحة في الاخر يعني هي تحفة، يعني تستاهل التجربة فعلا. دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. جمدي قلبك كده وادخلي المطبخ واعملي وشمري وهتطلع نتيجة زي الفل. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، واشوفكم على خير والسلام عليكم.